اوعي تغيري المحتوى، ما تضيفيش عليه لمسه المتجوزين التقليديه. انا واثقه فيكي وفي دماغك، بس حبيت اعبر. اكيد خايفه من المستقبل، اكيد يعني. عايزه اعرف ازاي عرفتي جوزك. انا حاسه انا احمريت اصلا، حاسه انا ممله قوي في بجد كيون ايه ده بجد. ومن العلم ما عايزه اقول لكم عشان اقعد القعده دي حضرت الاكل. هناكل النهارده سلطه مكرونه وشيش طاووق. سلقت المكرونه وتبلت الشيش طاووق. قررت ان اتمرن بالليل مش الصبح، عشان التمرين دايما هو اللي بياخد من وقتي. لو اتمرنت مثلا في نص اليوم او في اول اليوم. وفطرت وروقت البيت شويه، غيرت الملايات لان الست اللي تيجي تساعدنا مش جايه النهارده. فاتجننت بقى، قعدت اللي هو ايه اظبط شويه وانضف، وظبطت الحوض وكده. مش عارفه بقول لكم كده ليه، بس يعني حياه مختلفه جديده. رور 99 بتقول عايزين صور اكتر ليكي في فستان الزفاف، شكلك كان تحفه. شكرا جدا جدا. وانا عملت بوست قليله عن الفرح، بس هي موجوده يعني، خصوصا على انستجرام. بس هحط لكم هنا صور للفستان بتاعي. هو بصراحه يعني الحمد لله طلع زي ما انا متخيله واحلى كمان. وكان انا قوي، والفرح كان حاجه بسيطه برايفت، وزي ما انا كنت بتمنى بالظبط. عدى كده بسلاسه وبسهوله. بس مصطفى بيشتغل من البيت، مكسوفه لو جه شافني وانا برد الاسئله. حاسه انك حققتي حلمك ببراند نوت، ولا عندك حلم اكبر؟ والجواز غير ايه في شخصيتك؟ يعني اضاف لك ايه وخد منك ايه؟ وحقيقي بيعجبني محتواكي وثقتك بنفسك من ساعه ما طلعتي وتابعتك. شكرا جدا. ممكن ابدا من اول حته في السؤال. حاسه انك حققتي حلمك ببراند نوت، ولا عندك حلم اكبر؟ والله انا كنت لسه اصلا بفكر الصبح بجد اني عايزه اعمل فيديو عن السوشيال ميديا والخداع بتاعها. وحتى لو انا مش قصدي اخدع، حاسه ان انا شجعت الناس على ان هي تفكر بطريقه unrealistic او غير حقيقيه شويه. انا حاسه النوت كان كده شويه، اللي هو براند مستدامه. بحاول على قد ما اقدر ان انا يعني اجيب لبس مبقع او مقطوع او كده واصلحه وابيعه للناس، وهي فكره صعبه جدا. اتعرض عليا كذا مره ان انا اعمل لبس فروم سكراتش، يعني اللي هو اعمل براند فروم سكراتش وكده. ما بقولش ان ده سهل خالص، بس اسهل من ان انا اقعد اجيب لبس وانقي منكم. يعني انتوا مش متخيلين الوكاله والاماكن اللي هي الباله صعبه قد ايه الواحد ينقي حاجات كويسه ويكون عنده يعني فيجن او رؤيه انه يجيب الحاجه دي ويشوف هيترسم عليها ايه ويا ترى هتتباع ولا لا. نوت خلاص تمت سنتين. انا عانيت طول السنتين دول ان انا يعني ups and downs بقى بالفكره ان يا ترى دي حاجه مستدامه هتكمل. البراند نفسها هي مستدامه، بس هل الفكره مستدامه؟ يعني هل الفكره ينفع تكمل ولا لا؟ وعانيت عامه انا كفريلانسر كمان في شغلي اللي انا بشتغله ده. احلامي يعني مثلا الجواز كان من احلامي، ان انا اقابل مثلا بارتنر، ان انا مثلا اعرف اثبت نفسي في اي حاجه. والشخص لما بيوصل للحاجات اللي هو كاتبها من احلامه بيحس بقى ايه الجديد. فمش عارفه ليه حاسه انك حققتي حلمك ببراند نوت، ولا عندك حلم اكبر؟ انا ما بقيتش عارفه الصراحه ايه احلامي، لان كل ما اوصل لها بحس بنفس الاحاسيس الوحشه والحلوه اللي عندي. يعني شخصيتي بتفضل نفس زي ما هي. حاسه بنوت يعني حققت جزء كبير من حلمي، ان انا اثبت ان دي حاجه ممكن تنجح. يعني الحمد لله انا بعاني في نوت شويه، بس الحمد لله الى حد ما هي براند ناجحه يعني. فانا حلمي دلوقتي حلم عام، يعني حلم ان انا ابقى سعيده، وان انا اقرب اكتر من ربنا، ابقى ناجحه في جوازي وحياتي، وان انا اشتغل على علاقاتي دلوقتي بصحابي وقرايبي. فهي مش احلام ماديه قوي طبعا. اكتر حاجه بتحسن الواحد بنفسه هي الشغل، بس العلاقات الاجتماعيه والقرب من ربنا والحياه الحقيقيه لما بجد بنعيشها، اعتقد هي دي الحلم الكبير، ان الواحد يبقى سعيد ودايما يشتغل على نفسه. والسعاده مش بسهوله، لان السعاده كل ما الواحد بيكبر وبيتغير فبيحتاج يشتغل على نفسه في شخصيته الجديده تاني. يعني حاسه كبرت الموضوع شويه بالسؤال ده. الجواز غير ايه في شخصيتك؟ يعني اضاف لك ولا اخد منك؟ هو انا بقالي حوالي 3 شهور متجوزه. احنا في نص سبتمبر، انا اتجوزت اخر شهر يونيو 6. واحنا دلوقتي انا النهارده بسجل 17 سبتمبر، يعني 26 سبتمبر هيبقى بقالي 4 شهور. واو، 3 شهور هيبقى بقالي 3 شهور، يعني قربت على 3 شهور. حاسه بقالي كتير وفي نفس الوقت حاسه بقالي قليل. مش عارفه لحقت اتغير ولا لا. حاسه ان هو خلاني اهدى.
حاسه ان هو خلاني مش عارفه اتامل اكتر. بس زي ما بقول لكم يعني الموضوع محتاج ان انا اعدي وقت كبير عشان اعرف هو غيرني في ايه وكده. وانا كمان انسانه بتاقلم بصعوبه. فانا الحمد لله مرتاحه وسعيده، والبيت الجديد كمان ما اخدش وقت عقبال ما اتعودنا عليه انا ومصطفى يعني. بس كشخصيتي محتاجه برضو متهيألي فتره ان انا اتاقلم واتعود يعني. ايه من وجهه نظرك الشخص مجتهد في الحياه، وهل انتي بتشوفي نفسك ناجحه من حيث ايه؟ انا مش بقلل منك، بالعكس انا بحترمك جدا خالص. ده سؤال كنت لسه بتكلم فيه من شويه. النجاح فعلا نسبي. يعني انا مثلا لما بشوف على السوشيال ميديا الناس عايز تعمل معايا انترفيوز، ومثلا المعجبين مثلا بشوفهم في الشارع او في ايفنتس او كده، بحس انه رد فعلهم اكبر مني او اكبر من ان انا شايفه نفسي ازاي. وبرجع اقول لنفسي طب ما انت اشتغلتي على ثقتك بنفسك. وبرجع اسال نفسي اسئله، طب هل انت شايفه نفسك ناجحه؟ وبقعد اقول مثلا ايه، بس انا برضو ماديا مش حاسه ان انا مش حاسه باستقرار قوي شخص يعني. مش حاسه ان انا مستقله قوي ماديا عشان شغلتي فريلانسر، يعني اللي هو مش بعمل شغلانه مثلا معينه باخد اخر الشهر نفس الفلوس، لا دايما بتبقى عباره عن مشاريع او بروجكتس او كده، والبراند طبعا لسه مش بتجيب لي فلوس يعني. بقعد اقول هل النجاح نجاح مادي ولا هل ريكوجنيشن، يعني الناس تعرفك في الشارع او تحس ان انت عملت حاجه كبيره. لما الناس بيشوفوني بيقعدوا يقولوا لي كلام حلو جدا وحقيقي من قلبهم، بيقولوا لي انت غيرتينا، انت خليتينا نشوف الحياه بشكل مختلف. بقعد افكر اللي هو بحس بامبوستر سيندروم، اللي هو ايه ده انا عملت كل ده. انا حاسه محتاجه فعلا اشتغل على نفسي من اول وجديد واروح ثيرابي واتعرف على نفسي من اول وجديد. هل انا بشوف نفسي ناجحه؟ للاسف مش عارفه. الشخص ده لو كان سالني في فتره مختلفه في حياتي كان ممكن اقول بس انا حاليا في فتره انتقاليه في حياتي، ودي مش حاجه وحشه يعني. اكتشفت عامه في حياتي اللي هي اللي مش كتيره دي، انا عندي 33 سنه، ان فعلا الانسان متجدد ومتغير، وعمره ما هيوصل لوقت معين هيحس فيه باستقرار من ناحيه مشاعره وافكاره. وهي دي الحياه يعني. في وجهه نظري ايه الشخص المجتهد في الحياه؟ هقول لكم اللي بيعمل اللي عليه، اللي شغوف بحاجه معينه، سواء شغوف انه يجيب لنفسه فلوس اخر الشهر فبيجتهد في شغله حتى لو شغله ده مش بيحبه على فكرة، سواء شغوف بدراسته او شغوف ان هو ينجح فيها ويتخرج، سواء شغوف ان هو مثلا يفضل علاقته كويسة بأهله. على فكرة الاجتهاد مش دايما هو الشغل، يعني الاجتهاد عامة اجتهاد في الحياة، سواء شغوف أو مهتم جدا ان هو يقرب من ربنا. أعتقد هو ده الشخص المجتهد من وجهة نظري يعني. تعمل ايه؟ مش عارفه اصور وانت واقف كده. ماشي، واحده بتقول لي عشان دي كيو ان اي. ماشي. بالنسبه لي انا مش هسالك في اي حاجه، بس حابه اقول لك الف مبروك على الجواز. ثانيا بالله عليكي ما تطلعيش جوزك ولا حياتك الزوجيه ولا اسئله خاصه بالنسبه لك انت وجوزك. ما تجاوبيش عليها ولا بيتك يطلع على القناه وفي الاخر مش هيعجبهم وتاخدي عينه وتتحسدي، مش هيعجبهم العجب. يا ريت تعملي بنصيحتي، جاوبي في اطار شغلك فقط. خدي موعظه من القنوات اللي طلعت اسرار حياتها وفي الاخر بيلوموهم ان هم جاوبوا على الطفل بتاعهم. ما انتي في الاول ما كنتيش عاجباهم، بقيتي حلوه. افتكري الكلام ده. عندهم حق. انت ايه رايك في الكلام ده؟ هي عشان النور يبقى زياده. بص عامه يعني اللي متابعني هيعرف ان انا يعني مثلا نادرا ما بظهر عيلتي، نادرا قوي يعني. صحابي اللي بظهرهم هم صحابي مثلا الفنانين اللي ليهم مثلا بلاتفورمز مختلفه، اللي ممكن اعمل تاج مثلا لشغلهم او كده، اللي ما عندهمش مانع ان هم يظهروا. لكن انا مش من نوع حتى انه لما بخرج يعني مثلا اتيبيكال انفلونسر اللي هو على طول بصور وعلى طول ايه ده ينفع كونتنت. لا، بالنسبه لي الكونتنت كريشن ده شغل. يعني في حياتي العاديه مش دايما بفكر ايه اللقطه الجايه اللي انا هبينها فهتطلع حلوه، لا بعيشها. يعني لما اكون قاعده مع واحده صاحبتي مش بمسك الموبايل ولا بصور ان احنا خرجنا. فهي دي حياتي العاديه. انا طبعا متفهمه جدا الكومنت بتاعك وعندك حق، ودي حاجه بتخليني افكر. لان مثلا لما اتجوزت وفرشنا البيت وكده كنت متحمسه جدا ان انا يا الله اول بيت بجد اختار الستايل بتاعه ويعجبني، لان كنت عايشه في بيت اهلي واوضتي بس هي اللي كانت الحاجه الوحيده اللي ليا تحكم فيها يعني. بس بعد كده حسيت اللي هو طبعا مصطفى كان معارض الموضوع، وفي نفس الوقت هو عنده حق. يعني هو الموضوع كرييتيف اوتلت ان انا باين ذوقي وكده، بس في نفس الوقت الناس والانترنت مكان بجد صعب، وانا حتى بعاني ان انا ابقى عليه. فاعتقد ان دي نصيحه كويسه، هحاول قد ما اقدر احافظ على الخصوصيه بتاعتي. وشكرا طبعا يعني. هل بتفكري تسيبي مصر؟ هو بصراحه يعني سمعت حاجه وبجد هي حقيقيه جدا،
ان الشخص المرتاح في مصر الشخص اللي معاه فلوس. للاسف 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 احنا الوضع عندنا هنا اقتصاديا سيء والدنيا غاليه. فانا نفسي شخصيا بحب مصر جدا ومرتاحه، وبحب عيلتي وصحابي. عيلتي كمان كتير قوي منهم عايش بره. الغربه طول عمرها فكره بالنسبه لي مش حلوه خالص، بكرهها يعني، واثرت فيا، وعمري في حياتي ما فكرت اسيب مصر. بس يعني دلوقتي انا متجوزه، فالحمد لله مصطفى برضو عمره فكر يسيب مصر برضو عشان اهله واصحابه وكده. بس لو يعني الظروف للاسف خدتنا للموضوع ده هنعمل كده. بس لو يعني انا شخصيا لا، مش عايزه اسيب مصر يعني. وايه اكتر حاجه تحبيها تفتقديها لو سافرتي بره مصر؟ اصلا القاهره فيها كل حاجه، فيها روح، فيها تاريخ، فيها انترتينمنت، فيها خروجات بكل الانواع اللي تحبوها. جو كمان، الجو هيوحشني جدا يعني. يا عالم انا هسافر ايه، بلد حر جدا ولا بلد ساقعه جدا؟ انا بالنسبه لي مصر هو في الصيف بتبقى حر موت، بس في خريف يعني، عندنا فصول سنه، عندنا ربيع، عندنا خريف، والشتاء مقبول برضو. فانا بحب الجو مصر جدا، وبحب كل حاجه في مصر بصراحه. خايفه من المستقبل، اكيد. يعني انا زمان وانا صغيره كنت مش باوفر ثينك في اي حاجه. كنت ببلع مشاعري وما افكرش، بنام على المخده كده ما افكرش في اي حاجه. دلوقتي طبعا خايفه من المستقبل، بس اعتقد كل ما بسمع حاجات عن ديني اكتر، وكل ما بفتكر ربنا، كل ما بحس اللي هو سيبيه على الله. يعني هي الدنيا ماشيه كده وكله مكتوب، احنا نجتهد ونعبد ربنا. والفكره دي بتريح يعني، اللي هو اجتهد، اعبد ربنا، خليها على الله، كل حاجه هتمشي، وربنا كده كده مخطط كل حاجه. فاحنا يعني ربنا كاتب لنا كل حاجه. دي فكره مريحه، بس طبعا الحياه بتاخدنا ودايما بننسى الموضوع ده. اكيد خايفه من المستقبل، اكيد يعني. هل اشتركتي في اي عمل تطوعي وايه هو؟ قصدكوا رساله وكده؟ لا، بس اعتقد اشتركت. هقول لكم اقرب حاجه، انا بنسى يعني. اعتقد وانا صغيره اشتركت في حاجات تطوعيه قبل كده. منهم مثلا ميراث، ده كان زي جروب كده بيوعي الشباب عن الدين بطريقه يعني مبسطه. كنت انا لما كنت بشتغل جرافيك ديزاينر، كان هم عايزين ناس يشتغلوا معاهم الجرافيكس يعني. فده كان بيجي على فيسبوك ايام ما فيسبوك كان ملعلع يعني. فده كان عمل تطوعي. ولسه متطوعه الصيف اللي فات مع مقعد السلطان، مكان اسمه مقعد السلطان. ده زي مكان اثري، هم حولوه لحاجه تعليميه للاطفال، وحولوه لبزنس للاهل المنطقه. بيعملوا حلي وبيعملوا اعمال خشبيه، والاطفال بيبقى في زي سامر كامب، بياخدوا اطفال المنطقه وبيجيبوا ناس يعلموهم. فانا اتطوعت مع صديقتي هايدي، عملنا لهم ورشه رسم وطباعه على الملابس. كان الموضوع ده كان اعتقد كان الصيف اللي فات. بجد الشخص ده كاتب اسئله الفيديو كله. هل حاسه ان الكليه بتاعتك اهلتك لسوق العمل ولا ما كانش ليها لازمه؟ لا، ما اهلتنيش لسوق العمل، بس كان ليها لازمه بصراحه. يعني الكليه بجد اكاديميه جدا، وفيها سيستم فاسد بصراحه، ما اكدبش عليكم. بس في نفس الوقت فيها فنانين قوي، وفيها ناس عايزه تعلم، وفيها ناس مكرسه حياتها للفن وللتعليم. ففيها الاتنين، فيها الوحش وفيها الحلو. زي اي حاجه حكوميه للاسف يعني. خايفه ياخدوني بعد الفيديو بس في يعني فيها حاجات مش منطقيه كتير يعني. فلا، فنون جميله مش بتأهل لسوق العمل، بس بتصنع فنانين بجد يعني. بيعلمونا فن حقيقي، فن بجد. بيبقى 5 سنين من الفن يعني. فنون جميلة طلع منها ناس كتير عباقرة وكويسين جدا وفنانين قوي في مجالات مختلفة. بس الأشخاص دي كانت لازم تسعى عشان تدور على نفسها، غير مثلا كليات تانية زي مثلا Applied Arts GUC بتبهرني مثلا. وكمان فنون تطبيقية بحس ان هم فعلا بيأهلوا الطلبة بتوعهم لسوق العمل يعني. كم كان عمرك عندما بدأتي تلبسي ملابس مستعملة؟ بحبك وبتمنى تجاوبي على أسئلتي، وأنا كمان بحبك. أنا عندي 33، هتم 34 في شهر 3 الجاي. أنا بجد بحب قوي رقم 33، متضايقة إن أنا هكسره، بس الحمد لله هو ده الحياة يعني. عمرك كان كام لما بدأتي تلبسي ملابس مستعملة؟ بدأت ألبس ملابس مستعملة في الكلية عامة من وأنا صغيرة يعني. احنا كنا بنلبس هاند مي داونز. هو أنا كنت البنت الكبيرة، بس احنا طول عمرنا كنا بنجيب لبس يعني. لبس زمان كان بيتصنع بجد بطريقة كويسة جدا. فالأمهات ما كانوش بيرموا لبس ولادهم لما بيكبر عليهم، كان بيخلوه لقرايبهم، لعيالهم لما يكبروا تاني. ده كان الفكرة عندنا. فأول مرة ألبس مستعمل مش فاكرة كان إمتى الحقيقة،
بس مثلا اول مره اشتريت حقيقي من البالة او الوكاله عندنا في القاهره يعني، كنت في الجامعه اعتقد تانية او تالتة 2012 مثلا. فاكتر من 10 سنين، يعني من حوالي كام سنه، 13 سنه مثلا. من متابعينك الجدد، تعجبني بساطتك والقناعه، الله يرزقك بالخير والستر يا رب العالمين. متابعتك عراقيه من الدنمارك. ايوه انا فاكره يا اسراء، انا فاكره الكومنت بتاعتك دايما بتكتبي عراقيه من الدنمارك. فرصه سعيده وشكرا انك بتتابعيني وشكرا اي الكلام الحلو. مبروك الجواز، مبسوطه لك بجد، ربنا يهنيكي. حاسه بايه وانتي الحمد لله ربنا انعم عليكي بحاجه الناس كانت دايما محساكي انك مقصره ومتاخره فيها زي الجواز؟ حاسه بامتنان رهيب، رهيب بجد. وحاسه ان انا مش مصدقه الحمد لله اني لقيت شخص جميل زي مصطفى، وانه ربنا كرمني بيه، وان في ناس كويسه يعني. كنت دايما انا واصحابي السنجل يعني اتليست نقعد نقول يعني بجد الرجاله الكويسه راحت فين؟ اهي الحمد لله موجوده. الحمد لله اهلي يعني مش ضاغطين، اكيد كانوا نفسهم يشوفوني متجوزه بس ما كانوش بيضغطوا عليا الضغط الرهيب اللي بسمعه من الاهالي بره يعني. بابا الحمد لله بالذات قال كلمه كده ريحتني قوي، كان شايف ان انا واختي، انا عندي اخت اصغر مني ب5 سنين، كان شايف انه يا نتجوز جوازه كويسه نبقى مرتاحين فيها وناس محترمه، يا ما نتجوزش خالص. عامه يعني في ناس كتير قوي كاتبالي كلام جميل جدا جدا، مش عارفه يعني، مكسوفه والله من كتر حلاوته يعني. مش عارفه اقول ايه، مش عارفه اقول لكم ايه بجد. القطه جيجي معاكي ولا سبتيها في بيت اهلك؟ بتضايق قوي بجد يا حرام ان الناس مش مركزه غير مع جيجي. وفي تيمور، تيمور ده قطي الكبير ما شاء الله، عنده 13 سنه دلوقتي، بس جيجي دايما لزوقه وكانت بتلزق في الفيديوهات. هي وحشتني وحشه غير طبيعيه. هي عند ماما وانا ساكنه قريب من ماما، بس بجد الحياه تلاهي ومش بلحق. وكمان جيجي قماصه، لو انا مثلا بزور البيت هي هتهرب مني مش هتيجي جنبي الا لو قعدت كتير، لازم اكون قاعده لها يعني. لكن تيمور عادي يعني بيسلم عليا وبفضل جنبه وكل حاجه. قلت قبل كده كتير بس الناس برضو يعني اعتقد مش كله بيشوف الحاجه اللي انا بكتبها دي، ان انا سبت القطط في بيت اهلي، لانه اولا القطط مش صعب عليهم ان هم يتنقلوا من مكان لمكان، بيحبوا قوي مكانهم وبيتهم، بيكتئبوا لو غير كده. تاني حاجه مصطفى عمره ما ربى حيوان اليف فمش متعود، فقال لي احب اول سنه على الاقل الموضوع يبقى بس من غير قطط، الدنيا تبقى هاديه ونعرف نتاقلم مع الوضع الجديد. ومحدش بيحب جيجي في البيت مبدئيا يعني للاسف، بيقولوا عليها رخمه بجد، انتوا وانا بس اللي بنحبها. فقالوا لي لا يمكن تاخدي تيمور عشان ده اوضه البيت، ممكن اختي قالت لي كده يعني ممكن تاخدي جيجي، وانا ما حبيتش افرقهم في الوضع ده. انا بفكر في مصلحتهم وعايزاهم يبقوا مرتاحين وكويسين، بس طبعا وحشوني يعني ما اكدبش عليكم. رجاء اخير، اوعي تغيري المحتوى ما تضيفيش عليه لمسه المتجوزين التقليديه. انا واثقه فيكي وفي دماغك بس حبيت اعبر. اللي هو بقى اتصور انا ومصطفى قدام مرايه في الصاله وكده واطلعه بقى واخليه يقول حاجات معايا. مبدئيا مصطفى يعني ما شخص برايفت جدا وبيحب الخصوصيه بتاعته، وانا يعني بهتم قوي بالاحاسيس الناس اللي حواليا، عشان لو انا على السوشيال ميديا واخترت ده بايدي، هم لا هم عايزين الخصوصيه بتاعتهم يعني. اكيد انا هتغير ومحتواي هيتغير عشان انا بس بكبر وبمر بتجارب مختلفه، بس ان شاء الله لا مش هضيف عليه لمسه المتجوزين التقليديه. ممكن تعملي تور في البيت، ولو ممكن ناخد افكار وكمان نشوف ابداعات نوران في كل ركن في البيت. للاسف مش هقدر اعمل حاجه زي كده احتراما للخصوصيه، وعشان كمان بحس ان السوشيال ميديا مكان غير امن، حتى مش ليا على فكره، للناس اللي بتتفرج. مش عايزه اخد مثلا ذنب ان انا ابين ان انا عايشه حياه معينه والناس تتضايق ان هي مش عايشاها. مش عارفه اتكلم وانت معدي كده، والله العظيم هدخلك في الفيديو يا بتاع الخصوصيه. طب خلاص امشي بقى. السلام عليكم، كنت عايزه اعرف ذوقك وستايلك وايمانك بفكره الاستدامه ده كان في اللبس او في تجهيز شقتك كمان، وايه الحاجات اللي اعتمدتيها في الشقه والجهاز عموما بتدعم الاستدامه. بصراحه موضوع اصلا تجهيز البيت ده صعب جدا، فانا في موضوع الاستدامه ده من ساعه ما بدات شخصيتي يعني بتميل ان هي تبقى اكستريم، او يعني تروح للحد الاقصى بتاع اي حاجه. وده على فكره غلط يعني، حاجه سامه للشخصيه نفسها. انا كنت بجد ستريكت قوي، كنت حاده وكنت يعني ما بخليش اي فتفوته تعدي، ومش هستخدم بلاستيك، وكنت مضايقاها قوي على نفسي. بس خلي بالكم الطريقه دي بتخلي الواحد يزهق، وبتخلي الواحد مش بيكمل، ما بيعرفش يكمل، بيحس دايما انه مش مرتاح. احلى حاجه ان الواحد ياخدها بالراحه ويفكر دايما في بدايل، ويفكر في الحاجه اللي تريحه برضو. لان عايزه اقولك في بيتي مثلا يعني عرضت على مصطفى، يعني فكرت مثلا ايه اللي ممكن حاجه تبقى مستدامه، ان احنا مثلا نشتري الحاجه فعلا اللي احنا محتاجينها.
فاشترينا عفش مثلا، بس ما اشتريناش مثلا عفش كتير ملوش لازمه. اشترينا حاجات مريحه. حاجه كبيره مستدامه احنا عملناها، مش عارفه الناس هتشوفها مستدامه ولا لا، ان احنا مثلا ما جبناش صالون. عملنا بيتنا ان احنا نعيش فيه كله، ما نعيش مثلا في جزء منه وجزء للضيوف، لا، احنا هنستضيف ناس في المكان اللي احنا عادي ليفينج بنقعد فيه، حطينا الليفينج بره وما جبناش صالون. فاعتقد دي حاجه مثلا مستدامه عملناها. انا اصلا فكرت فيها وانتي بتساليني السؤال ده دلوقتي وانا بجاوبك دلوقتي. دايما الاستدامه بتبقى مباشره، زي اللي هو مثلا نشتري حاجات مستعمله، بس في مخي كان دايما بيقول لي اللي هو ابص على فيسبوك ماركت بليس وادور على عفش مستعمل، وانا اصلا بحب كده. بس مفيش حاجه عجبت مصطفى شخص بيرفكشنست شويه، كل حاجه لازم تبقى الى حد ما مظبوطه وكده. انا هلهلي وحاجه ممكن تبقى مخدوشه او كده مش بيفرق معايا، بس هو لا يعني. وكمان مفيش حاجه مستعمله مثلا وريتها له عجبته كستايل يعني. واوريدي موضوع تجهيز البيت ده بيبقى صعب، لان شخصين بيدخلوا بستايلاتهم المختلفه بيحاولوا يوصلوا لحاجه لايقه عليهم هما الاثنين، كمان الميزانيه، فالموضوع بيبقى محدود قوي. فان انا ادخل استدامه كمان معاه دي كانت حاجه صعبه. بس زي ما قلت لك اللي حاولت اعمله ان انا ما اشتريش حاجه انا مش محتاجاها. ممكن اكون نجحت بنسبه 75-80% اعتقد كده، لان في حاجات ماما طبعا كانت شاريها لي وما عرفتش اتخلص منها، بس يعني مسيري هبيعها، سوري يا ماما انا اسفه يعني. اوكي، انا تقريبا كل اللبس بتاعي من الوكاله، بس ساعات بتكسف اني اقول كده. انا بشتري من هناك بجد يمكن اكتر من 10 سنين، كل لبسي مختلف ومميز. في ناس بتسالني منين وبكام، بيحصل صدمه لما يعرفوا مكانه والاسعار. انا من الناس القديمه قوي معاكي وبحبك جدا. بصي ما تقسيش على نفسك، هي حاجه على فكره صعبه وضغط مجتمعي، على حسب برضو الشخص بيروح فين وبيقابل مين وبيتعامل مع مين. يعني انا ممكن كنت محظوظه مثلا ان دوايري، اكيد اتعرضت للنقد وتعرضت للتنمر مثلا بسبب حاجه زي كده في يوم من الايام. يعني ما تحسيش بان انت بضغط او تقسي على نفسك ان انت مش عارفه تحسي الموضوع مريح، لان مثلا ممكن تكوني بتروحي شغل بتتعرفي على ناس بيحطوا عليكي ضغط انك تلبسي بطريقه معينه، او دايما تشتري جديد او تتكلمي بطريقه معينه. فارجوكم ما تحكموش على حد من الحته دي عشان انتوا مش عارفين الظروف اللي هو محطوط فيه. زي الناس مثلا اللي بتتكلم انجليزي طول الوقت، انا بحس ان عندنا حكم كبير قوي، كل واحد شايف الحياه بطريقته. واحنا مثلا في مكان زي مصر، احنا بجد احنا مجتمعات جوه مجتمع واحد وكلنا مختلفين. كنت بقولك يعني بتتكسفي، انا مش عارفه انتي ايه الوضع بتاعك وايه الدوائر بتاعتك وبتتعرضي لايه، بس مثلا عايزه اقولك ان انا كنت كل ما ببقى جريئه في حاجه زي كده، وهي حاجه صعبه برضو عليا يعني، ما ببقاش عارفه ايه رد الفعل، كل ما باخد ثقه اكتر. وبصراحه اكتر حاجه شجعتني هي السوشيال ميديا، ان انا اطلع اقول اهو انا بعمل كده، وما احسش ان انا قيمتي من اللبس اللي انا بشتريه. يعني انا بشوف ناس كتير قوي تقعد تقول ده غالي، ده انا شارياه مش عارف ايه. لا عادي اشتري والبس، والناس بتسالك، معنى الناس بتسالك يبقى انت ستايلك تحفه والناس معجبه بيه وعايزه تشتري زيه، خليكي فخوره للاخر. طبعا الكلام اسهل من الفعل، بس انا حبيت بس اقول انه كل واحد مختلف، وانه اعتقد اللي هيخلينا متجرئين ومرتاحين في حاجه زي كده هي اننا نكتر، نبقى كتير قوي. والحمد لله اول ما بدات من 5 سنين على السوشيال ميديا مش زي دلوقتي، الموضوع اختلف والناس بقت متقبله اكتر للفكره، يعني في مجتمعات مختلفه يعني عندنا وفي طبقات مختلفه. حبيبتي اول شيء بحبك كتير وما راح اسالك شيء لانه متابعتك من زمان. ثانيا بدي تعلميني كيف اثق بحالي مثلك. طب ما ده سؤال. انا كنت عامله بجد فيديو عن الثقه بالنفس، هحط اللينك بتاعه تحت يعني. بس حقيقي الثقه دي بتروح وتيجي جدا جدا حسب انتي فين في حياتك. انا بجد وصلت لحته حلوه قوي من الثقه بالنفس، بس رجعت تاني عادي جدا. يعني كل واحد على حسب بيشتغل على نفسه ولا لا، على حسب حياته، على حسب بيمر بايه، على حسب بيمر بتنمر ولا لا، على حسب شكله ايه الفترة دي. الثقة بالنفس حاجة بتروح وتيجي. لو في نصيحة مثلا هديهالك هي انك ما تقارنيش، المقارنة دايما بتهد. قارني نفسك زمان ونفسك دلوقتي. هو ده كلام انشائي يعني انشائي او كلام يعني اشعار، بس بجد هو حقيقي. اكتر حاجه بتدي ثقه ان الواحد يحس ان هو بيتطور، هو اللي بيتطور، وعمرك ما تقارني بحد. بحس برضو ان الثقه بتيجي من الانجازات، صحيح بتيجي من الانجازات، بس ما تعتمديش على الانجازات برضو كلها، لان هي مثلا لو راحت في يوم من الايام او لو بطلت او كده ثقتك هتتهد. انا مش عارفه اقولك ايه بصراحه في الموضوع ده دلوقتي، بس هحط الفيديو، انا لو سمعته دلوقتي اصلا
هقعد اقول ايه الكلام اللي انا كنت بقوله ده، ايه اللي انا حاسه بيه ده يا جماعه؟ هل الفيديو ده لو مدته ساعه هتتفرجوا عليه؟ بجد انا حاسه انه زاد قوي، بس انا مستمتعه عامه. امنيه صلاح بتسال نصايح للي في سن ال20 وتكلمي عن نصايح في العلاقات، جزء من اللي حققتيه في نص السنه. بصوا خليني اقول ديسكليمر قبل ما اقول اي نصايح، لان انا شخص عادي، والنصيحه برضو محتاجه تطلع من شخص مش عارفه. بصوا انا هقول حاجه وخلاص على حسب خبراتي انا في الحياه القليله. يعني انا بحس الناس على السوشيال ميديا فعلا شايفاني بطريقه وانا شايفه نفسي بطريقه. ممكن اكون في نصايح كويسه هقولها، بس قصدي الشخص اللي بيدي نصيحه ده محتاج يبقى يعني مثقف، عنده خبرات كتير، عنده وجهه نظر. مش اي حد يدي نصيحه. بس يمكن اقول حاجه من وجهه نظري، يعني بعد الديسكليمر ده ممكن اقول مثلا نصايح في سن ال20 من وجهه نظري. ماشي، ال20 الواحد بيبقى عنده طاقة كبيرة، استغلي الطاقة دي في سن ال20 وتنططي وجربي حاجات كتير بره الكومفورت زون بتاعك. كنت لسه انا وصحابي، احنا خلاص بقينا داخلين على نص ال30 اهو، بنتكلم على في صحاب ليا بيقولوا مثلا انا ندمانة اني في ال20 ما جربتش حاجات كتير، اني مثلا اتجوزت بدري. طبعا الجواز ده اسمه نصيب، يعني يا عالم ممكن تقابلي شريك حياتك بدري ولا متأخر يعني. بس لو الشخص ده قابله بدري هو مش بإيده، عادي يعني. بس قصدي يعني لو مفيش مسؤوليات، مفيش جواز، مفيش بيت كده، رأيي تنططي كتير وجربي كتير في سن ال20، لأن بيبقى عندك طاقة. 30 بتبقي هديتي شوية وبتبقي اللي هو طاقتك بجد قلت. أنا كنت في سن ال20 دبابة، بجد كنت دبابة. فرأيي جربي كتير وسافري. حاولي على قد ما تقدري تحوشي وتصرفي فلوسك على، لو يعني دي رفاهية عندك، تصرفي فلوسك على حاجات تغذي ثقافتك وروحك ومتعتك. ما تصرفهاش على أكل وهدوم بس، اصرفيها على سفر، اصرفيها على تجارب، اصرفيها على مغامرات وورش وكورسات، وروحي هنا وتطوعي هنا وجربي هنا. حتى لو دي مش شخصيتك، أنا شخص انتروفيرتد، وكنت انتروفيرتد جدا في العشرينات، يعني منطويه، يعني مايله كمان اكتر ان انا ابقى منطويه مش اكستروفيرت. يعني مع كده حاولت اخرج بره الكومفورت زون، وفعلا بجد يعني شخصيتي اتكونت بسبب التجارب الكتيره دي. يعني اتكلم عن نصايح في العلاقات. والله انا يعني انا عايزه اقول لكم، يعني مصطفى اول علاقه، سبحان الله، هو انت طلعت مش عارفه هقول اصلا نصايح على العلاقات. واول علاقه في حياتي يعني اهي متجوزاها يعني. ما عنديش خبرة الصراحة. جزء من اللي حققتيه في نص السنة، احنا في شهر 9 دلوقتي، احنا خلاص رايحين على اخر السنة. سبحان الله، انا من ساعة ما بدأت اكتب اهداف للسنة، والله العظيم من 2021 مثلا، وهي ما شاء الله بتتحقق. بس طبعا مش بطريقة سحرية، بطريقة يمكن عقل باطن، اللي هو بكتب حاجات وبسعى لها من غير ما ابقى واخده بالي قوي يعني، فبتتحقق. حاطه اهداف كده عميقه قوي في اول السنه. كنت حتى عملت معاكم فيديو، كنت في دهب، محتاجه ارجع لها تاني. بس اعتقد كان الهدف الاساسي ان انا اتجوز، اركز في حياتي الجديده واتعود عليها، سلو داون. انا بجد السنتين اللي فاتوا انا اي سلو داون جامد جدا. وعلى فكره مش بمزاجي، جالي بيرن اوت رهيب من كتر الشغل، فاضطريت ان انا اسلو داون مش بمزاجي. هدى على نفسي في حته اللي هو لازم ابقى برودكتيف. طبعا ما اتعالجتش قوي، بس يعني وصلت لحته كويسه. نفسي اسالك، اترددتي قبل كده في مجال شغلك، او فكرتي تغيري اللي بتعمليه زي اللي بيعملوا شيفت كارير دلوقتي، ولا كنتي عارفه من الاول اللي انت عايزه تعمليه؟ لا خالص، عمري ما كنت عارفه. فضلت اتنطط من حاجات كتير. كنت عارفه شويه الانترست بتاعتي، يعني مثلا اول ما اتخرجت الشغلانه المتعارف عليها من فنون جميله، عشان احنا بناخد كورسات، بنجتهد ناخد كورسات جرافيك ديزاين، عشان السوق بيبقى عايز كده. بنبقى حاسين انه الشغلانه الاساسيه لاي حد خريج حاجه فنيه انه يشتغل جرافيك ديزاينر. فاتنططت كذا شغلانه جرافيك ديزاين، لحد ما جت شغلانه مختلفه جدا في محل ملابس. يعني انا حسيت ان انا بحب الملابس وهم عايزين حد من فنون جميله، طب ليه؟ حسيت الموضوع انترستنج يعني. فرحت وقعدت 4 سنين معاهم، جربت حاجات مختلفه كتير. هو ده اللي دخلني في السكه بتاعت الملابس. وبعدين بقى خلقت الشغلانه، مش خلقت يعني، السوشيال ميديا يعني كانت اوريدي شغلانه يعني بدات. بس انا ما كنتش عارفه ان هو ده اللي انا هشتغله. انا كنت بس في حيره يعني من امري. كوني بنت واهلها داعمينها في حته الصرف دي، كان عندي شويه من الحريه الماديه ان انا اجرب حاجات مختلفه. دايما بقول النقطه دي عشان بحس ان انا محظوظه،
وبحس ان الواحد يقول غير شغلك واعمل شيفت كارير، الموضوع سهل انه يتقال بس صعب في التنفيذ، لانه انت متعرفش اللي قدامك ايه المسؤوليات اللي عليه، متعرفش هيبقى مبسوط ولا لا. او موضوع انه يفريلانس او يغير شغله او يبدا حياته من جديد، دي من اصعب الحاجات اللي ممكن حد يمر بيها، خصوصا لو هو عنده مسؤوليات وشخص الماديات حاكماه. اترددت كتير، وحتى لغايه دلوقتي ناس تسالني انت بتشتغلي ايه، والاجابه بتاعتي بتبقى يعني عندي براند لبس، بشتغل في السوشيال ميديا ماركتينج، صناعه محتوى. يعني الحاجات دي كلها برضو شغلانات، هي شغلانات بس حاجات مش ثابته. لحد دلوقتي ساعات بيجي عليا ايام اللي هو ايه اللي انا عملته ده، بس في نفس الوقت انا مش شخص يشتغل من 9 ل5 خالص. ده اللي اكتشفته عن نفسي. انا كشخص الحمد لله ممكن يبقى عندي استقلال مادي، ممكن يجيلي فلوس مثلا احوش شويه تخليني اعيش شهور تانية اعمل الشغلانات اللي انا بعملها دي وما يجيليش فلوس. عندي الحمد لله الراحه دي شويه. كنت بقول كده ليه؟ ايوه كنت هقول انه انا كشخص عنده الحريه دي الحمد لله، شايفه اني عايزه اعيش الحياه بطريقه هاديه، مش بطريقه ان انا اجري ورا الشغل طول الوقت كست. حتى يعني رايي على فكره ما كانش كده خالص، بس لما كبرت وعشت الموضوع وكلمت مع مصطفى في الموضوع، هو ما شاء الله هو بيشتغل بجد كتير جدا جدا. بعد اقول له انت مش بتتعب؟ بيقول لي لا عادي وبتاع. ولما بشوفه بيقعد بالساعات على الكمبيوتر ومركز وبيشتغل وكده، بقعد اقول انا لا يمكن اعرف اعمل كده. الفكره جت في دماغي اللي هو ان الراجل والست مختلفين، وانه كل واحد يقدر يعمل حاجه بطريقته. يعني كل مره بروح الوكاله بتوه بين الاستندات جدا، مش بعرف اوصل للحاجات اللي رايحه عشانها، بقضي وقت طويل في مكان محدود ومش بعرف الف كويس. كنت حاطه نصايح للشراء من الوكاله، تقريبا ده اول فيديو وينت فايرل على يوتيوب من 5 سنين. بصي انا هرجع له لو لقيته مفيد بجد ولسه مقتنعه بيه لغايه دلوقتي، هحط اللينك بتاعه تحت. بس فيها نصايح زي مثلا ان انت تعملي لسته، ان انت الوكاله مكان كبير، فمثلا ما تقعديش. انا كنت بعمل كده، واللي هو بقعد اقلب في الستاند حته حته. ما تعمليش كده، لا يعني حطي في مخك الليسته بتخليكي منظمه شويه. تقولي لي لسته في حته زي الوكاله، اللي هو مثلا انا نفسي في قميص مثلا اوفر سايز، هبص في كل الستاندات اللي فيها قمصان رجالي مثلا، هتحددني شويه بدل اللي هو ما اقعد ابص واشوف. الستاند برضو ليه فايب كده، يعني مثلا لما بتروحي وتبصي على ستاند مليان فاست فاشن، هو غالبا بيبقى كله فاست فاشن، فما تهلكيش فيه. انا كنت بقعد ابص في كله وبقول يمكن الاقي حاجه، لا ساعات كتير قوي بجد بشتري كل الكنوز من ستاند واحد بس، الاقي ستاند لقطه فيه كل الحاجات اللي عجباني. فانتي محتاجه بس اللي هو تبقي صبوره وتبقي ذكيه في حته ان انا ما اضيعش جهدي بسرعه. لان انا مثلا اكتشفت ان انا اخري 3 ساعات في الوكاله، ما بقدرش بعد كده، ببقى فايص خلاص. فال3 ساعات دي ازاي استغلهم؟ ان انا ابص على الليسته بتاعتي، احاول ما توهش، احدد وقتي، ابص انا كنت جايه على ايه. الا بقى لو انت نازله كده فور فان، واللي هو نازله بس تستكشفي وتدوري على قطع مختلفه ومميزه وخلاص، ساعتها بقى عادي ممكن تسيبي نفسك عادي تبصي في كل حته. الف مليون مبروك، ربنا يخليكم لبعض، كنتي زي القمر بجد ما شاء الله. عايزه اعرف ازاي عرفتي جوزك. مش عايزه برضو اخوض في التفاصيل قوي الصراحه عشان الخصوصيه بتاعتنا انا وهو، بس انا عرفته عن طريق شغل. انا كنت محتاجه في مساعده في شغل معين، ومصطفى معرفه من حد من صحابي متخصص في حاجه معينه في شغل انا كنت عايزاه، فبس اتعرفنا على بعض بالطريقه دي وبس اعجبنا ببعض يعني، ده rest is history. يعني انا حاسه انا احمريت اصلا. عايزين فيديو طويل عن ازاي نجهز بيت باساس وترشيحات لديكور، وازاي نعمل باليتة الوان للبيت والاضاءه. والله العظيم عناية الاتنين، واسفه لو اتاخرت، بس فعلا الفيديو ده من الفيديوهات اللي انا محتاجه اصوره بجد. ازاي نقدر نحقق الاستدامه، وايه هي الحاجات اللي نعملها عشان نبقى مستدامين غير موضوع اللبس. ده سؤال هايل. خليني اقولك ان الاستدامه يعني ان انا ما اهدرش اي موارد ربنا اداهالي، سواء اي حاجه، صحتي، ناس بيشتغلوا عندي، موارد مثلا اكل، لبس. يعني طبقي الفكره دي في حياتك كلها، ان انا ما افتريش. يعني الانسان ربنا اداله عقل، والعقل ده شغله ما شاء الله، خلاه يبقى عنده اكل بزياده بسبب الانتاج الغزير بتاع الاكل، خلاه يبقى عنده لبس بزياده، خلاه يبقى عنده كل حاجه بزياده. نحاول على قد ما نقدر ما نترفش قوي في حاجه يعني.
فمثلا غير اللبس، عشان اللبس ده اكتر حاجه شغوفه بيها، فعشان كده ركزت عليه في كل المحتوى اللي انا بعمله. وركزت على الوكاله لاني بحبها وشايفه فيها حاجه كرييتيف، يعني فيها ابداع وكده. بس انت ممكن تمارسي الاستدامه في حياتك كلها من ناحيه انه ما تعمليش اي هدر للاكل، حاولي على قد ما تقدري. البيئه يعني البلاستيك ده بيضرها جدا، اكيد هنستخدمه في حياتنا بس نحاول نقلل. لما انا اكون مثلا في صيدليه، الكيس الحقير بتاع الصيدليه الصغير ده، طيب انا معايا شنطه كبيره، هقول له الراجل انا مش محتاجه كيس شكرا، هاخد الحاجه في شنطتي. انا محتاجه كيس، لا مش محتاجاه. وفرت كيس معفن، مش هيتحلل، عمره ما هيتحلل، ولا انا هستخدمه لانه صغير ومعفن. منتجات مثلا، احاول اخلص المنتجات اللي عندي قبل ما اشتري جديد، احاول اخلص الاكل في الثلاجه ما يبصش، احاول ما يبقاش فيه هدر في الاكل. لبس برضو هكذا، اللي هو احاول على قد ما اقدر ما اشتريش لبس كتير غير اللي انا محتاجاه. مستعمل ده اوبشن، بس هو مش كل حاجه بتشتري جديد، بس بتشتري قليل وبتلبسي كل اللي عندك، انت كده بتحققي استدامه هايله يعني. تحافظي على حاجتك، تصلحي الحاجه بدل ما ترميها وتجيبي غيرها، وهكذا. يعني الاستدامه في حياتنا ممكن نطبقها في حياتنا في كل حاجه، بمبدا يمكن بمبدا اخشوشنه، او يعني كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. انا بقالي كتير قوي بتكلم، فاعتقد ننهيها هنا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم وعرفتوني اكتر. اشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.